أفادت صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ربطوا الاتصال بمتوسط ميدان ميلان الإيطالي إبراهيم دياز من أجل إقناعه بالالتحاق بمعسكر أسود الأطلس. ووفقا لذات المصدر فإن محادثات مكثفة جرت مع دياز ومحيطه، إلا أنه لم يعطي بعد موافقته على العرض المغربي لأمله في الالتحاق يوما ما بالمنتخب الإسباني الذي يحمل جنسيته أيضا، خاصة وأنه حمل قميص الماتادور لأقل من 17 سنة ولأقل من 20 سنة. وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها جامعة لقجع استقطاب اللاعب المزداد بمالاغا في 3 غشت 1999، إذ سبق وأن جربت ذلك قبيل مونديال روسيا 2018 لكنها لم تنجح في إقناعه. للإشارة فإن إبراهيم دياز الذي يلعب في صفوف ميلان معار من ريال مدريد